السلام عليكم. في الفيديو ده هنبدأ نتكلم عن ال IoT. ال IoT هو اختصار ل Internet of Things، بمعنى إنترنت الأشياء. إن أنا عندي إنترنت أو بشكل عام نتورك. النتورك دي متوصل عليها مجموعة من الثينكس، مجموعة من الأشياء. ليه أنا بوصل ثينكس على الإنترنت أو النتورك؟ علشان أقدر إن أنا أعمل لها مونيتور وكنترول، إن أنا عايز أراقب الثينكس دي وعايز أتحكم فيها، سواء الموضوع ده كان هيتم بشكل لوكالي أو ريموتلي. إن أنا أقدر أتحكم في الثينكس دي وهي متوصلة على لوكال اريا نتورك عندي، أو هي أصلا متوصلة على النتورك على الإنترنت. يعني في الكيس بتاعتنا مثلا السمارت هوم موبايل ابلكيشن اللي احنا هنعمله استخدام فلاتر، هو هيكون متوصل على الإنترنت. فأنا أقدر أتحكم في المنزل بتاعي ريموتلي، سواء أنا كنت داخل المنزل متوصل على نفس الشبكة، أو إن أنا كنت خارج المنزل متوصل على أي شبكة تاني. وكمان الكنترول ده ممكن يتم مانوالي، إن أنا اللي أعمل كنترول على things اللي موجودة عندي، أو حتى بشكل اوتوماتيكالي إن يكون في think تاني هو اللي بيعمل كنترول على الثينك بتاعي. فمثلا لو هناخد الكيس بتاعت الموبايل ابلكيشن بتاعنا أو السمارت هوم، فلو كان ده المنزل مثلا، وأنا عندي هنا ثينك في كاميرا مثلا، والكاميرا ديت متوصلة على الإنترنت، وأنا من موبايل أبليكيشن قادر إن أنا أشوف الكاميرا دي، قادر إن أنا أشوف الصور أو الفيديوهات اللي الكاميرا بتاخدها. فممكن أنا آخد الأكشن بتاع الكاميرا. فمثلا لو الكاميرا ديت شافت إن في شخص بيعدي قدامها أو كده، فممكن أنا اللي أضغط على زرار مثلا إن هو يقفل لي كل الأبواب والنوافذ اللي موجودة في البيت، أو إن أنا أخلي فيه ثينك تاني هو اللي قادر ياخد الداتا من الكاميرا دي ويعمل لها عملية بروسيس، معالجة، يعرف إيه اللي في الصورة. وبعدين بناء عليه لو كان في حاجة خطرة في الصورة، مثلا حد داخل أو كده، بناء عليه هو اللي يبعت كوماندز لباقي الثينكس إن هي تعمل حاجة معينة. فده المقصود بالمانوالي أو اوتوماتيكلي، إن ممكن أنا كيوزر أو كبيرسون أنا اللي أعمل الأكشن ده أو الكنترول ده، أو يكون في ثينك تاني هو اللي بيعمل عملية الكنترول. طيب، يعني إيه برضه اللي أنا عايزه من الجزء ده؟ اللي أنا عايزه من المقدمة البسيطة دي إن ال IoT هو Internet of Things، أشياء متوصلة على الإنترنت، بقدر إن أنا أعمل لها عملية مونيتور أو عملية كنترول. طيب في الجزء بتاع ال IoT هنتكلم عن إيه هو ال IoT. هناخد بقى جزء كده هيستوري، وبعد كده هنعرف إيه هو الفوائد بتاعة ال IoT وإزاي هو بيأثر على حياتنا. وبعدين هنتعمق شوية ناخد الاركتكشر بتاع ال IoT، وبعدين بقى هنتكلم على جزء مهم وهو ال IoT مع فلاتر. هنبدأ بقى نتكلم عن أول جزء في الكونتنت عندنا، وهو إيه هو ال IoT. زي ما قلنا إن أنا عندي ال IoT هو مجموعة من الثينكس متوصلة على الإنترنت. طب لو جينا نشوف الشكل بتاع الإنترنت كان عامل إزاي قبل ال IoT، فهنلاقي إن أنا كان قبل ال IoT لو كان عندي إنترنت، فالثينكس اللي متوصلة بيها هي بسيطة. هلاقي مثلا إن أنا عندي برينتر، عندي بي سي، عندي سيرفر. فهنا الثينكس بسيطة، مش بسيطة في الفانكشناليتي بتاعتها، في القوة بتاعتها أو الأداء بتاعها. لا، هي بسيطة في العدد بتاعها. العدد بتاعها كان محدود، ما كانش فيه ثينكس كتير متوصلة بالإنترنت. كمان إن كان أنواعها واحدة، أو كلهم بي سي أو برينتر أو سيرفر. ده كان قبل الاي او تي. طيب بعد الاي او تي الموضوع عامل ازاي؟ لما بدأ عندنا القدرة إن إحنا ندخل ثينكس تانية على الإنترنت، فأصبح ده شكل الإنترنت. إن أنا مش بس عندي الكمبيوتر والطباعة هم المتوصلين بالإنترنت، لأ، أنا عندي العربية ممكن تكون متوصلة بالإنترنت، عندي الغسالة ممكن تكون متوصلة بالإنترنت، التلاجة ممكن تكون متوصلة بالإنترنت، عندي كمان الساعة اللي أنا بلبسها في إيدي ممكن تكون متوصلة بالإنترنت.
الكاميرات، عندي الإضاءة ممكن تكون متوصلة بالإنترنت، عندي المروحة تكون متوصلة بالإنترنت، عندي التلفزيون اللي في البيت ممكن يكون برضه متوصل بالإنترنت. فأصبح عندي كمية أجهزة كتير جدا قادرة أو عندها القدرة إنها تاخد داتا وتبعتها على الإنترنت، وأقدر إن أنا أستفيد من الداتا دي، سواء أنا كنت بعمل موبايل أبلكيشن أو ويب سايت، أو حتى في جزء ال AI مثلا أنا باخد الداتا ديت بعمل بيها حاجة معينة في ال AI. فأنا أصبحت قادر إن أنا آخد داتا عن أي ثينك عندي، سواء في البيت أو في حاجات تانية هنتكلم عنها بعدين. طيب فين بقى الاي او تي من ده؟ هو في الواقع الاي او تي هو كل ده. يعني ايه كل ده؟ يعني الاي او تي هو المجال المهتم بان انا اوصل الثينجز على الانترنت، وكمان ان انا اراقب الثينجز دي واعرف الداتا اللي طالعه منها، وكمان ان انا استفيد من الداتا اللي طالعه منها. يعني نقدر نطلع من هنا بايه؟ نقدر نطلع من هنا ان الاي او تي هو مش تكنولوجي. الاي او تي هو سمارت سوليوشن لمشكله عندي. يبقى الاي او تي هو مش تكنولوجي معينه. فمثلا عندنا في فلاتر تكنولوجي بتخلينا ان انا اعمل موبايل ابلكيشن. طيب في الاي او تي بقى هو مفيش تكنولوجي معينه اقول لك انت لو ذاكرت التكنولوجي دي انت هتكون اي او تي، او انت بتعمل اي او تي. لا، هو الاي او تي هو سمارت سوليوشن انا بطبقه علشان احل مشكله معينه. طب ايه بقى الادوات اللي انا بطبق بيها السمارت سوليوشن ده، او ان انا بعمل بيها سمارت سوليوشن ده؟ ادوات كتير جدا، بدايه من الموبايل ديفلوبر او الفلاتر مثلا، الويب تكنولوجي سواء كان باك اند او فرونت اند. عندنا كمان النتورك، لو في شخص اي تي مثلا. عندنا السكيورتي، عندنا كمان الكوميونيكيشن لو حد كوميونيكيشن انجينير مثلا. عندنا كل المجالات تقدر إن هي تشتغل في الأي أو تي، كلهم بيكملوا بعض علشان أنا أقدر أعمل سمارت سوليوشن للمشكلة اللي عندي. وعندي كمان حد مهم كمان هو الإمبيدد سيستم. عندي إمبيدد سيستم انجينير برضو مهم في الأي أو تي. فالأي أو تي لما تسمع مصطلح الأي أو تي مش هيجي في بالك تكنولوجي، لا، هو الأي أو تي هو سمارت سوليوشن أنت بتطبقه على مشكلة عندك علشان تخليها سمارت، تكون أكثر كفاءة، وتقدر تستفيد أو تطلع بديتا تفيدك في إنك مثلا تبريدكت حاجة معينة في المستقبل أو كده. إزاي أنا بعمل ده؟ من أي تكنولوجي، بتكنولوجي كتير بقى، سواء كانت تكنولوجي في الموبايل أبلكيشن أو في الويب أو في الكوميونيكيشن أو في الإمبيدد أو في الأي تي أو في السكيورتي أو كده. طيب إمتى بقى بدأ الكلام ده؟ إمتى بدأ موضوع الأي أو تي ده؟ هو فكرة إن أنا أوصل ثينك على الإنترنت هي كانت موجودة من زمان. في شركة كوكولا كان عندها ماشين بتتوصل على الإنترنت وتبعت ديتا عليها. طبعا مش بنفس الطريقة الحالية وبنفس القدرة الحالية، ولكن كان ستيل الموضوع موجود إن عندنا ماشين بتبعت ديتا على الإنترنت. طب إمتى بقى بدأ المصطلح بتاع الأي أو تي؟ الاي او تي بدأ في سنة 1999. طبعا احنا زي ما قلنا ان فكره الثينك المتوصله بالانترنت هي بدأ من قبل كده، ولكن الديسكرايب او الوصف بتاع ايه هو الاي او تي هو بدأ سنه 1999 في شخص اسمه كيفن اشتون. كيفن اشتون ده كان بيعمل برزنتيشن لشركه امريكيه اسمها بروكتر اند كامبل. في البرزنتيشن دي بقى هو قدم الوصف بتاع الاي او تي. قال ايه بقى من كيفن اشتون ده؟ الكلام بتاعه مهم وبيحطنا في قدام تصور للاي او تي، وايه اللي انا عايزه من الاي او تي، وازاي هو بدأ البدايه بتاعته. قال لي بقى عمنا كيفن اشتون بدأ من بدايه كويسه. قال ان انا today computers and therefore the internet are almost wholly dependent on human. بدأ من بدايه ان الانترنت والكمبيوتر معتمدين بشكل اساسي على الهيومن. في ايه؟ في being is for information، في الانفورميشن بتاعتهم. يعني
في سنة 1999 وما قبل ذلك طبعا، هو بيقول إن الكمبيوتر والإنترنت كانوا معتمدين بشكل أساسي في الانفورميشن بتاعتهم. وكمان ضاف إن 50 بيتا بايتس of data available on the internet were first captured are and created by human beings by typing, pressing a record button, taking a digital picture or scanning a barcode. وقال إن ال 50 بيتا بايتس من الداتا اللي كانت موجودة على الإنترنت في وقت الكلام اللي هو بيقوله ده، الإنسان هو اللي عامل لهم، سواء كان عامل لهم كابتشر للصورة، أو إن هو عمل تايبنج، أو إن هو عمل بريسنج لباتون أو ريكورد أو كده، أو إن هو عمل سكاننج لباركود. عايز هنا أقول إيه؟ إن يقول إن في الوقت اللي هو كان بيتكلم فيه، المصدر الوحيد للداتا اللي أنا بخزنها على الإنترنت هو الهيومن. مش المصدر الوحيد، زي ما قلنا إن كان في ماشينز كانت موصلة بالإنترنت وكده، بس اللي هو بشكل أساسي، الشخص الرئيسي أو الأساسي في عملية تخزين الداتا على الإنترنت أو الكمبيوتر هو كان الهيومن. طيب إيه المشكلة في كده بقى؟ أو إيه الوحش في كده؟ The problem is the people have limited time, attention and accuracy, all of which means they are not very good at capturing data about things in the real world. هنا بقى التفسير بتاعها. تخيل لو أنا عندي think، لو أنا مثلا، خلينا نمسح حاجة كده، ماشين، الماشين ديت سواء كانت خط إنتاج أو كده، وأنا قبل سنة 1999 أنا كنت محتاج إن أنا أعرف شوية داتا عن الماشين دي. فأنا هجيب هيومن وأقعده على المكنة دي وأخليه يخزن كل الداتا اللي بتطلع منها، يخزن الداتا ديت على جهاز الكمبيوتر أو على الإنترنت، سواء كنت هخزنها لوكال عندي على جهاز كمبيوتر هارد ديسك أو على الإنترنت على السوبر رابط. فالوسيط بين الماشين وجهاز الكمبيوتر هو الهيومن بتاعي. قال لي إن المشكلة هنا إن الهيومن ده عنده limited تايم. هل الهيومن هيقعد 24 ساعة نراقب الماشين بتاعتي؟ لا طبعا، هو في عدد ساعات عمل فيه 8 ساعات. طب هل في ال8 ساعات دي هيكون عنده الاتنشن، الانتباه الكافي إن هو يراقب الماشين دي 8 ساعات كاملين، ولا الانتباه بتاعه بيتغير من أول 3 ساعات لحد آخر 3 ساعات، آخر اليوم مثلا بيتعب أو كده؟ أكيد الانتباه بتاعه هيتشدد عن الماشين دي. هل هيكون أكيورس أصلا في إن هو يحط لي الداتا على الكمبيوتر؟ لا، أكيد في ثانية من الثواني أو في ساعة من الساعات هيحصل عنده لوس، هيحصل عنده فقد، هيحصل عنده خطأ في إن هو ياخد الداتا من الماشين ويخزنها على الكمبيوتر. فأصبح عندي المشكلة بقى بتاعتي إن كل الداتا اللي متخزنة على الكمبيوتر هي مش كافية بسبب الليمتد تايم، مش عندي داتا كتير، مش صحيحة، فيها أخطاء بسبب إن هو الاتنشن بتاعه والاكيورسي بتاعه. فأصبحت دي مشكلة. المشكلة ليه بقى؟ لأن أنا لو كنت هعتمد على الداتا اللي أنا مخزنها في إن أنا أعرف حالة الماشين بتاعتي، هل هي محتاجة صيانة ولا مش محتاجة صيانة؟ هل هي شغالة كويس ولا لأ؟ طبعا أي قرار هاخده بناء على الداتا ديت مش هيكون صحيح، أو مش هيكون مساعد في إن أنا أحسن من كفاءة الماشين اللي شغال عندي. ده كده المشكلة اللي وصفها عمنا كيفن أشتون، وبدأ من حتة إن أنا الداتا اللي بياخدها هو الإنسان. طيب إزاي بقى نحل المشكلة ديت؟ قال إيه؟ If we had computers that knew everything there was to know about things. قال لو إحنا عندنا كمبيوتر عارف الحاجات اللي إحنا عايزين نعرفها عن الثينك ده، using data they gathered without any help from us. لو الكمبيوتر ده قادر إن هو ياخد داتا عن الثينك اللي إحنا عايزين نعرف عنه داتا من غير ما إحنا نتدخل، يبقى أنا عندي، لو كانت نرجع للمثال بتاعنا بتاع الماشين الموجودة في المصنع، لو بدل الهيومن كان عندي أنا كمبيوتر قادر إن هو يراقب الماشين دي وياخد الداتا اللي فيها ويخزنها لي طبعا على إيه؟ الإنترنت مثلا. إيه اللي هيحصل بقى في الحالة ديت؟
we would be able to track and count everything and greatly reduce waste, loss and cost. هقدر انا بقى في الحاله دي ان انا اقلل الويست، الفقد اللي بيحصل عندي، فقد في الفلوس بتاعتي اللي انا بدفعها للموظف. خلاص انا الماشين ده هي بس هدفع فلوس مره واحده ان انا اعمل لها عمليه انيشاليزيشن وخلاص، ان انا اهيئها وخلاص. بعد كده هتفضل هي شغاله على طول، مش هدفع لها مرتب كل شهر مثلا. عندي مثلا في الويست اللي بيضيع في الوقت. خلاص الماشين ده هتفضل شغاله 24 ساعه، هقلل موضوع اللص. خلاص الماشين او الكمبيوتر ده هو اللص بتاعته قليله جدا. وكمان الكوست زي ما احنا قلنا ايه، موضوع الفلوس. طيب ده بقى هينعكس على ايه؟ هينعكس ان كل الداتا اللي هنا هي افضل بكتير من الداتا اللي كان حطها الهيومن على الانترنت. في الحاله دي اي قرار انا هاخده قادر ان هو يكون مناسب للماشين الرئيسيه بتاعتي. We would know when things need replacing, repairing, or recalling, and whether they were fresh or past their best. خلاص أنا قادر أحدد إمتى الماشين دي عايزة يحصل لها replacing أو repairing، أو حتى إن أنا أعمل لها recalling. قادر إن أنا أعرف هل هي لسه فريش زي ما هي، ولا خلاص past their best، هي خلاص انتهت مدة الصلاحية بتاعتها. فده كده كان النقطة أو البداية اللي اتكلم فيها كيفن أشتون، أو الوقت اللي اتكلم فيه كيفن أشتون وهو بيعمل ديسكرايب للاي او تي بتاعنا. يبقى في سنة 1999 بدأ مفهوم الاي او تي، إن أنا محتاج ماشين أو محتاج ثينكس تقدر إن هي تاخد لي داتا من الريال وورد وتقدر إن هي تحطها أو تخزنها على الإنترنت. علشان إيه بقى أنا بعمل ده؟ علشان زي ما قلنا في البداية خالص إن أنا أعمل مونيتور أو إن أنا أعمل كنترول. طب ليه أنا بعمل مونيتور كنترول؟ علشان أطلع بنتائج كويسة، سواء إن أنا أعرف إمتى مثلا هعمل ريبليسنج للماشين بتاعتي، أو الثينك اللي أنا براقبه وباخد منه ديت، هل هو فريش ولا خلاص هو محتاج إن أنا أصلا أغيره خالص. ده كده كان المقدمة بس تاريخية كده عن إيه هو الأي أو تي، وإمتى بدأ، وإيه هي أصلا الفكرة بتاعة الاي او تي. ان شاء الله في الفيديو او في الفيديوهات القادمه، ان شاء الله في الفيديوهات القادمه هنبدا بقى نكمل الكونتنت بتاعنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.